السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. انا ما شفتش اتحاد العاصمه، بس كل المعطيات والمقاييس واللي انت عارفه واللي انا عارفه بعد البطولات السنه اللي فاتت دي الاهلي ياخد البطوله، الا لو مستر كولر له راي تاني. احنا ملناش فيه بقى. انما كل حاجه انت عندك لعيبه منتخب مصر، عندك احسن لعيبه في افريقيا، عامل فتره اعداد مش مرهق، ولا لعبت 3-4 ماتشات قبل الماتش ده عشان نقول ايه ان مش عارف، لا انت واخدهم ورايح ومعسكر براحتك والكلام ده. واخد بالك؟ فما فيش حجه. ومع كل احترام طبعا لاتحاد العاصمه والنادي الاهلي، لا اسم النادي الاهلي خد، فكل حاجه بتصب في مصلحه النادي الاهلي، الا لو كولر بقى فتى في التشكيل، عمل تغييرات سيئه قلبت المباراه عليه. ده الكلام اللي انا بقوله، الناس مش عاجبها الكلام، ما هو ده الحقيقه. والفرقه كلها لغايه ما حسين الشحات خرج النادي الاهلي هو اللي له الافضليه، وهو اللي بيروح يضيع. يعني مضيع كام فرصه قبل حسين ما يخرج، فازاي بقى لازم التاني يحط البصمه بتاعته؟ شد حسين الشحات ونزل طاهر محمد طاهر، وهو افوق لعيب كان في الملعب. نقول الكلام ده؟ لا، انت لازم تطبل. ما بطبلش، هي دي الحقيقه. الراجل ده هو اللي عامل قلق اشده مع الاربعه اللي انا قلت عليهم: رمضان صبحي، الشحات، احمد عبد القادر، احمد عبد الفتاح. احمد عبد القادر ايوه احمد عبد القادر. احمد عبد القادر. ايوه يا عمي، ماله احمد عبد القادر؟ احسن لعيب كوره في مصر بيروح على الجول، الوحيد اللي عنده ثقه ما بيخافش. ما انت ده بتفتقده، هو واحمد رفعت عندهم الميزه دي. خد واحد منهم. هو انا مقتنع جدا باحمد عبد القادر، بس في نفس الوقت احمد عبد القادر بعد ما كشف الكتائب الالكترونيه في او الناس اللي كانت ضده، وبعد ما كشفهم وكتب على صفحته الرسميه ان قال يعني ان انا ما بدفعش ومش هدفع علشان حد يتكلم عليا. طبعا هو جالهم تعليمات، وانا ببقى عارف طبعا التفاصيل اللي عندهم وتفاصيل التفاصيل. بطلوه؟ لا مش لا، هم بعدوا عنه عشان ما يبقاش التوجيه باين. لا ما خلاص هو اتخصم منه. فعشان كده بقول لك ان احمد عبد القادر خلال الفتره اللي جايه وبعد البوست اللي كتبه او بعد الراي اللي كتبه ده، هل تفتكر ان احمد عبد القادر هيكون ليه دور خلال الفتره اللي جايه في النادي الاهلي بشكل عام؟ لا ما هو عشان ينضم منتخب مصر. احمد عبد القادر بص عشان ينضم حضرتك لما تقول ان احمد وانت رضا عبد العال، هو طبعا احمد عبد القادر للعامه وللجميع ولي انا شخصيا هو واحد من افضل اللعيبه اللي موجودين في مصر من 10 سنين في الحته دي. طبعا في مركزه، لان الوحيد اللي بياخد الكره وبيروح للباك عشان يرقصه. وبالتالي مين بيعملها؟ ما حدش. بعد ما كتب، وانا طبعا بقعد كشغل الصحفي بقعد اتابع كويس جدا، من بعد ما كتب اللي كتبه وقال اللي قاله اختفى. اولا اختفى، ما حدش بيتكلم عنه، ما حدش بيشيد بيه لما ما بيلعبش الماتشات اللي قدام ما بيلعبهاش. فتفتكر احمد عبد القادر هيكون، انت بتتكلم رضا عبد العال بيرشحه للمنتخب وهو ما بيلعبش وهو افضل لاعب، تفتكر انه هيكون موجود في المنتخب؟ هل الازمه اللي عملها دي هتكون سبب في ان هو ما يكونش ليه دور خلال الفتره اللي جايه؟ اي نعم فعلا ده كده. طبعا ده كده. بص ده اللي يدل ان الفتره اللي فاتت ما حدش سمع عنه حاجه، فكده موت بالبطيء اكلينيكيا. ليه؟ لان جابوا رضا سليم وممكن يلعبوا كهربا فيها، وفي حسين الشحات هو تم التعاقد مع رضا سليم كمان في نفس المركز. يعني انا قصدي اقول لك ايه، ان بيعملوا وفره في الحته دي عشان انت تنسى. وخلي بالك جماهير الاهلي بتحب، او جماهير الزمالك بيحبوا الراجل الجديد ويقفوا عايزين يشوفوه وعايزين يدوا له ويساندوه ويبقى احسن. ده احنا لما جه برونو صافي السنه اللي فاتت وقلنا كذا كذا اتشتمنا شتيمه، مع انه عامل له القلق اهو، بس يقول لك لا ممكن الجمهور يهيج عليا بتاع فهو بس يركز معاه سكواد كويس، معاه لعيبه كويسه،
وانا شايف ان هو مش ناقصه حد. لو ركز انا بقول لك هتوصل لابعد من اللي هو نص اقسم بالله لو اقول له بدل ما بتاخد 8 خد 10 12 ولاعب لي اللعيبه دي يجهزوا. ما انت بص لغايه الماتش بتاع يوم 15 النادي الاهلي هيلعب ماتش رسمي؟ لا، ما الماتشات الوديه كلها شبه بعضها حتى لو هتلعب ريال مدريد. بس مهما كان الماتش الرسمي له وضعه طبعا وله تركيزه وله ان كل لعيب بيفكر في نفسه، وده منتخب مصر. فكانت اللعيبه دي لعبت المستوى البدني والفني والحساسيه هيزيد. ده هيرجع بالفايده على مين؟ على لعيبه النادي الاهلي والنادي الاهلي. لما يجوا يلعبوا ماتش الاتحاد هتبقى رجلهم في الملعب في حساسيه. اللياقه البدنيه بدل ما هي مثلا 80% تبقى 83%. مين الكسبان؟ مين اللي كسبان؟ النادي الاهلي. ليه؟ لان لعيبه جهزت وقبلها ب7 ايام. انت كنت هنا بتلعب كل 3 ايام. انما حته الاصابات دي بتاعت ربنا. هو حد ده انا مره يا راجل خارج من الملعب اتصبت بعد ما خلاص هنلاعب المرده السوداني بكره. واخد بالك؟ وخلصنا التمرين. نبيل محمود داس غصب عنه، داس على الرباط مش قصده. احنا خارجين بقى وفكينا الاحذيه والرباط والكلام ده وماشي بقى. خرجت من الملعب النجيله وماشي في التراك، فنبيل مش واخد باله بيتكلم وبيدي مش عارف بيكلم مين. لا وانت وقعت مع نبيل محمود؟ لا ده داس على الرباط رجليا لفت انكل رجلي ما لعبتش الماتش وخدت فيها شهر. اللي هو نصيبك. ما انا بقول لك النصيب. يعني انت طول التمرين عمال تتنطط وتلعب واخر تمرين وطايره وبعد كده عملت شويه تكتيك ومش عارف ايه وحاجات زي كده وما اتصبتش. فانت خرجت من الملعب حصل اللي حصل ده. فانت ممكن تبقى نازل من على السلم تتصاب، ممكن طالع من على السلم تتصاب. اللي هو في قضاء ربنا سبحانه وتعالى. فانت ما تقعدش تعمل احتياطاتك لان ممكن تيجي الاصابه من حته ثانيه من اي حته. واخد بالك؟ يعني انت مثلا الاهلي ما بعتش لا قدر الله يا رب كلهم يبعدوا على الاصابه وبعد التمرين حد اتصاب برضو. طب ما انت هتقول بقى يا ريتهم كانوا راحوا بقى واحتكوا ولعبوا ماتش زي ده يجوا لي جاهزين. واخد بالك؟ تفكير ما اعرفش بقى. فعشان الناس بس اللي تقول لك ايه وانت مش عارف ايه، انتوا مش فاهمين حاجه. خليكوا بس الاهلي يجيب جون شجعوا، الاهلي يكسب مباراه شجعوا، انما تتكلموا في فنيات صلاه النبي احسن. بيتكلموا ان النادي الاهلي عنده ازمه في المهاجم، ان ما فيش مهاجم افريقي وان ما فيش مهاجم اجنبي وبعد رحيل محمد شريف، وان هيتم الاعتماد على صلاح محسن خلال الفتره اللي جايه. هل انت شايف ان النادي الاهلي فعلا عنده ازمه في عدم وجود مهاجم اجنبي هيدخل الموسم الجديد ومعهوش مثلا مهاجم اجنبي؟ هل دي هتكون ازمه بالنسبه له سواء في الدوري او في كاس العالم للانديه او في بطوله افريقيا؟ طيب السنه اللي فاتت مش قالوا الكلام ده؟ والاهلي خد كل البطولات من غير راس حربه، ولا جاب راس حربه واحنا ما كناش واخدين بالنا؟ ده بالعكس، ده مشى حسام حسن راح سموحه وشادي حسين قعدوا على الدكه ومحمد شريف قعد على الدكه ولعب كهربا. مش ده اللي كان بيحصل؟ وكان بيدي لمحمد شريف شويه ان يشارك من بعض في بعض الماتشات وينزل يهدف، ورغم كده ما كانش هو مقتنع بيه. واخد بالك؟ دي حاجه. تاني حاجه انت دلوقتي عشان تسيب محمد شريف كنت لازم تجيب الاول راس حربه، وانت عندك في افريقيا مفيش راس حربه، او بمعنى اصح الراس حربه اللي هيجي لك هيبقى يا اما عامل رباط صليبي زي موليكا او سوزا راجل كبير في السن. فانت بتدق على دولت عشان يجوا، ماشي هاتهم. ما جبتهمش ليه؟ عشان سعرهم 6 مليون دولار. صح ولا غلط؟ طب الازمه مش عندنا بقى، يبقى ما تطلبش. يا اما تدفع وتجيب الراجل ده وتريحنا من كلام ان انت مستنيين وعايزين راجل فرود وعايزين واحد يجي يترجم. خلاص ادفع الفلوس. ادفع الفلوس. وانا قلت ما كنتش جبت امام عاشور وكنت زودت على 3 وجبت الراجل اللي هو الفرود عشان ما حدش يتحجج، لان في حجج هتحصل الفتره اللي جايه. يعني ايه حجج هتحصل؟ يعني مثلا ما رحت كاس العالم للانديه وما وصلتش للمربع الذهبي وخرجت بدري هيجي يقول لك رضا عبد العال السابق. طبعا. مش انا اللي وقفت في ان ما اجيبش سوزا ولا موليكا.
مش انا اللي قلت لهم وسلطتهم قلت لهم ما تجوش؟ واخد بالك؟ ما هم بيسيبوا اي حد ويمسكوا في حد تاني، زي ما قال لك هو السبب في مشي موسيماني. لا، موسيماني اللي سابكم، موسيماني اللي سابكم ومشي. انتوا اللي طفشتوه، لان الراجل بدا يروح السفاره ويقولوا له جماهير النادي الاهلي بتهاجمك، الجماهير مش عاجبها الاداء، مش عاجبها طريقه اللعب، اللعيبه بقت تقع منه، اصابات كتير. مش ده اللي حصل؟ هو انا صاحب القرار في النادي الاهلي عشان انا ماشي؟ ولا النادي الاهلي بيسمع كلام حد؟ ولا ان هو بيخاف من حد؟ مجلس الاداره بيخاف من حد عشان ان هو مفيش الكلام ده. انتوا اللي مشيتوه، ويجي يقول لك رضا معلم مشاه. انا مالي يا عم؟ انا بقول رايي الفني. رايي الفني للناس اللي هي بتفهم، اللي هي بتقعد تتفرج عليا، اللي هي مقتنعه ان انا بقول حاجه صح. اللي هم مش متعصبين. لا، اللي هم فاهمين في الكوره، اللي هو يعني انت مثلا دلوقتي انا ما بخاطبش كل الجماهير، لان في جماهير سواء هنا او هنا او هنا في اي حته هم شايفين ناديهم وبس، وعشان يبصوا عليك لازم انت تطبل للنادي بتاعهم. انا ما عنديش الكلام ده، انا بنتكلم بما يرضي الله وبنتكلم فني. وعشان كده انا بقول لك، هو انا لما بتكلم معاك النهارده بطلع ترند النهارده؟ انا بطلع ترند بعد الحلقه مثلا لما انا بقول لك اني موسيماني قليل فنيا. جماهير الاهلي بعد ما هو مشي قال لك رضا عبد العال كان عنده حق، لان هو فعلا قليل فنيا، وكانت ماشيه معاه. حصل ولا ما حصلش؟ وطلعت ترند بعد كام؟ مع اني من اول ما جه وانا بقول وما غيرتش كلامي، لان مقتنع ان هو مش اللي هو المدرب اللي يجي. يعني في مدربين جم النادي الاهلي وامهم داعيالهم، اقسم بالله، اسلام، موسيماني، كولر، واخد بالك؟ انما اللي امه كانت داعيه عليه فايلر، ده من احسن المدربين. ده لو كان قعد كان غير الكره في مصر، مش في النادي الاهلي بس. بالفكر يعني ده هيديكوتي لا ده الحديث. بص، انا بيني وبين نفسي ماليش دعوه بحد. لو انت قلت لي جوزيه ولا هو هقول لك هو، لسبب لان جوزيه كان معاه مجموعه لعيبه اقسم بجلاله الله ما اتكررتش، ياخدوا كاس عالم للانديه وياخدوا كاس عالم لو منتخبات. يعني ده كل واحد كان فرقه، بدليل ان جوزيه فشل بعد ما ماليش دعوه فشل، بس انا بقول لك المجموعه هي بالنتائج. لا، المجموعه اللي كانت يعني انت النهارده لما حضرتك بتحسب ان جوزيه نجح مع النادي الاهلي ليه؟ عشان اللعيبه اللي كانت معاه، وعشان خد بطولات. لا، والاداره سابت له الدنيا يشتغل زي ما هو عايز. عشان حسن حمدي هو ما شافهاش، يا راجل ده صمم ان الكابتن طارق سليم يمشي ووافقوا له على الكلام ده. بس بعد السنه الاولى لو تفتكر، ايوه واخد بالك، وجم قالوا له خلاص ماشي كابتن طارق مع كل احترام، واخد بالك، وكان معاه علاء عبد الصادق لو تفتكر. يعني فانا بقول لك ايه، ده كانت الارض ممهده ليه ان ياخد كل حاجه، كل الامكانيات موجوده معك. انما جه فايلر اول ماتش لعبه كسب 2-0 بره، كان في افريقيا، وما شفناش الماتش. كان هيلاعب نادي الزمالك بعديها. نادي الزمالك في الوقت ده كل جماهير مصر ونقاد مصر ومحللين مصر وناس في النادي الاهلي قال لك الزمالك هيكسب مش اقل من 3، للي جايب ساسي وبن شرقي وما اعرفش اوباما واللي والونشو، واخد بالك. لسع الزمالك 3-2 وعمل ماتش، وطبعا ده كان اول ماتش نشوفه فيه، فبرضه ما قدرنا. بس من خلال المباراه لا، في حاجات بتتقال، في حاجات بتتعمل، هو دي حاجات بقى ما يفهمهاش او يحس بيها لما يكون مدرب، هو اللي ياخد باله من الكلام ده، سواء في الشخصيه وهو واقف. وانا قلت مره قبل كده معاك هنا ومع فاروق، بص عليه وهو واقف ما كانش بيسمح لحد من على الدكه بمفهوم سيد عبد الحفيظ اللي كان يقوم. دي حقيقه، واخد بالك. ولا لعيب يقوم الا لما هو يقول له قوم سخن. فالسيطره بره وجوه في الحته الانضباطيه والحته الفنيه مع الكوره. يا راجل ده رمضان صبحي طوره بقى، هو ده اللي طور مش كولر، هو ده اللي طور. واحد اسمه رمضان صبحي كان بيرقص ويعمل كل حاجه الا انه يجيب جول. يعني فايلر هو من وجهه نظر حضرتك هو افضل مدرب جه في النادي الاهلي خلال السنين اللي فاتت؟ من يوم ما اتفرجت على كوره. لا مش قوي كده. ايوه، ما اقول لي مين قبل هدوكوتي؟ كنا لسه ما نعرفش الكوره ماشيه ازاي.
ما احنا لا يعني في مايكل سميث، في لا مع كل الاحترام، بس مع انا بقول لك من يوم ما فهمت يعني ايه كره القدم اللي كان بيدربك. لا الكره الانجليزيه ضعيفه. طب وهارس وهولمان، انا هولمان ده من احسن المدربين اللي جم مصر، بس انا بفضل ده طبعا، مع اني ما اتعاملتش معاه. ما نجحش مع نادي الزمالك. مين هو هولمان لما مسك بعد كده نادي الزمالك. اي حد ما ينجحش في نادي الزمالك لاسباب، اسباب كتيره انا بنقول عليها بس بقى مش دلوقتي. بس هي المشكله كلها ان في النادي الاهلي في حصانه. ايه الحصانه؟ ان بيحجموا الاعلام من ناحيه المدرب في الاول، زي ما بيحصل دلوقتي مع كولر وزي ما حصل مع موسيماني، يحجموا الاول الاعلام انك لازم تشكر فيه، طالما بيكسب لازم تشكر فيه. لا، انا اشكر فيه لما ما يبقى مغلوب 2-0 ويكسب لي 3 ويعمل تغييرات تبهرني، يعمل اداء يبهرني. انت كان لايس قدام حرس الحدود، ما تقوليش، هو قدام بيراميدز كان لايس في الماتش اللي هو بتاع 3-0. هيقول لك كان حسم، ماليش دعوه. طب بص بقى في الحاله دي يعمل ايه؟ سلام عليكم واخد اجازتي وامشي، مش انا خدت الدوري؟ اريح بقى وادي فرصه بقى لسامي قمصان، اعمل كادر، اعمل مش عارف كل الكلام ده. هو حد ضربه على ايده قال له اقعد؟ مين اللي حط التشكيل؟ مش هو؟ طالما موجود يبقى هو اللي بيتحمل المسؤوليه. بس ما تدخلش بقى لا اداره ولا بتاع، لان هو اللي متحمل المسؤوليه. يطلع بعدها يقول لك اصل انا اللعيبه خلاص ما بتلعبش الهدف. هدف ايه؟ طيب هل الاهلي عنده مشكله برضه علشان المهاجم الافريقي؟ لا دي حجه. بص يعني ايه انت تبقى تقول لي مشكله لو قدامك مثلا معروض 5-6 لعيبه اللي هم افضل لعيبه في افريقيا، وانت كمدير فني بقى ولجنه تخطيط مش عارفه تجيب حد فيهم. انما انت بقالك 3 سنين موليكا سوزا، صح؟ حد فيهم من لجنه التخطيط او مجلس اداره النادي الاهلي او المدير الفني شاور على حد غير دول؟ ما فيش حد شاور. فانت دي ما تعملهاش حجه. انت دلوقتي الاثنين الموجودين دول عايزهم، روح ادفع فيهم الفلوس وهاتهم. ما حدش هيقول لك لا، صح ولا غلط، مش عرض وطلب. روح ادفع فيهم وهاتهم، ولما يجوا هم خايفين بقى ان يجي يفشل وبالمبلغ ده ويجي يقول لك لجنه التخطيط والمدير الفني، هنا بقى يربوا على بعض. المدير الفني يقول لك مش اختياري. اتفضل. المدير الفني يقول لك مش اختياري، ولجنه التخطيط هتقول لك لا هو اللي طلبه، وفي الاخر هيطلع رضا عبد العال السبب الاعلان. ماشي.